السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. ازيكم يا شباب؟ كل سنة ويا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. طيب النهاردة يا شباب هنتكلم عن هنحل أسئلة الدرس الثاني، اللي هو الدرس بتاع الديناميكا الحرارية والمحتوى الحراري من كتاب الامتحان بإذن الله. فصلوا على النبي ولا نبدأ كده من غير رغي كتير. السؤال الأول بيقول لي يمثل الشكلان المقابلان النظامين س وص اللي فيهم مصباحين كهربيين. طيب بيقول لي دي لمبة موفرة ودي لمبة عادية. طيب اللمبة العادية يا شباب كانت بتطلع لي ضوء، تمام، ومشكلتها إنها كانت بتطلع حرارة كتير. طيب هل الحرارة دي صورة مرغوبة؟ لا، احنا كنا بنقول ان الحرارة دي صورة غير مرغوبة، احنا عايزين من المصباح انه يضيء، عايزينه يطلع ضوء. طيب كنا بنقول لو الجهاز بينتج صورة غير مرغوبة كتير فالجهاز ده استهلاكه عالي، لكن اللمبة الموفرة بتطلع ضوء، بتطلع ايه؟ ضوء كويس لكن حرارة قليلة، فكده اللمبة دي كويسة. ليه؟ هي طلعت لي صورة مرغوبة، دي مش مرغوبة. طيب الحرارة اللي بتطلع كميتها ايه؟ قليلة. فبيقول لي هو عايز ايه؟ الأكثر كفاءة هيبقى النظام س. ليه نظام س؟ لأنه بينتج طاقة أو صورة غير مرغوبة قليلة، يبقى لأن الصورة الغير مرغوبة الناتجة بتكون أقل من الصورة الغير مرغوبة اللي ناتجة فين؟ بتكون قليلة مقارنة بمين؟ صاد. يبقى صاد ده وحش لأن الصورة الغير مرغوبة ايه؟ الغير مرغوبة عالية، لكن س كويس لان الغير مرغوبه قليله. تمام، يبقى انا عندي النظام س هيكون احسن من ص. طيب نروح على السؤال رقم 5. بيقول لي اي الخصائص التاليه تعتمد على كميه الماده. طيب احنا الكثافه لا، لان الكثافه بتعتمد على نوع الماده. درجه الحراره لا، لانها بتعتمد على نوع الماده. طيب السعه الحراريه ولا الحراره النوعيه؟ الحراره النوعيه كانت برضه بتعتمد على نوع الماده. السعه الحراريه، السعه الحراريه عادي بتعتمد على مين؟ على كميه الماده. احنا كانت اللي بتعتمد على الكميه كانت الكتله، الحجم، السعة الحرارية، وهكذا. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ليه يعتبر الترمومتر أو الثرمومتر الطبي نظام مغلق؟ ليه هو مغلق؟ أنت حتى لو مش عارف الترمومتر فأنت يعني إيه نظام مغلق؟ النظام المغلق ده بيسمح بتبادل الطاقة لكنه لا يسمح بتبادل المادة. الترمومتر ده لو أنت جسمك سخن الزئبق اللي فيه حرارته إيه؟ هتزيد، فهو يبقى لأنه يسمح بتبادل الإيه؟ يسمح بتبادل الطاقة لكنه لا يسمح بتبادل المادة، عشان كده هو جهاز ايه؟ مغلق. ثانية كده، عايزين نقلل دي شوية كده. تمام، نروح على السؤال اللي بعده. طيب السؤال رقم 6 بيقول لي كمية من غاز محبوس، غاز داخل إناء معدني محكم الغلق. طيب تعال ما نرسم كده. دلوقتي قادر الإناء المعدني اهو، وبنقول إن هو ايه؟ محكم الغلق. طيب احنا عارفين ان الغاز بياخد حجم المكان اللي هو موجود فيه، فالغاز هيبقى موجود هنا كده مثلا، واخد الحجم ده. وطالما محكم الغلق يبقى دلتا دبليو بصفر. ليه دلتا دبليو بصفر؟ لان كده مفيش تغير في الحجم. يعني دلوقتي دلتا في بتساوي صفر. طالما دلتا في بصفر يبقى اذا دلتا دبليو بايه؟ صفر. ليه؟ لان الحجم ثابت، وطالما الحجم ثابت يبقى اذا الشغل ثابت. طيب يبقى التغير في الشغل هيكون بايه؟ بصفر. تمام. طيب بيقول لي عند تسخين الإناء، يعني الإناء كده هياخد حرارة، يبقى كيو هتكون بموجب، دلتا كيو موجب. طيب وفقا للدراسة، طيب احنا عندنا الدلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب احنا عندنا كده الكيو هتكون بموجب وده صفر، يبقى اذا دي برضه هتكون بايه؟ بموجب. هو عايز ايه؟ عايز اللي هيكون اشارته موجبه. اللي اشارته موجبه هيبقى الدلتا يو والدلتا كيو، لكن الدلتا دبليو بصفر اصلا. طيب دلتا دبليو لا، اي حاجه فيها دبليو لا، يبقى الاجابه بقى. طيب بيقول لي كميه من غاز محبوس في اناء معدني مزود بمكبس قابل للحركه. مكبس قابل للحركه، يعني كده اقدر اتحكم في الشغل. طيب اذا تم تسخين النظام، تسخين يعني دلتا كيو موجب، دلتا كيو موجب. طيب فاكتسبت كمية من الحرارة مقدارها 110 جول، وزادت الطاقة الداخلية بمقدار 40. طب احنا عندنا القانون بيقول ايه؟ دلتا يو بتساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب احنا عندنا الدلتا يو اللي هي الطاقة الداخلية ب 40. طيب آه والدلتا كيو بكام؟ الدلتا كيو هو اكتسبت يبقى بموجب 100 وايه؟ 110.
ناقص دلتا دبليو. تقدر تجيب لي قيمة الدلتا دبليو؟ اه سهلة جدا. ازاي؟ وديها الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى الدلتا دبليو بتساوي 110 ناقص 40. 110 ناقص 40 يدينا كام؟ 70. يبقى الإجابة موجب 70 جول. تمام؟ يبقى الإجابة إيه؟ موجب 70 جول. تمام. في أسئلة تاني؟ بالراحة كده عشان ما نفوتش حاجة. طيب السؤال رقم 7 بيقول لي مستعينا بقيم طاقة الروابط. ماشي، أنا لمحت قيمة طاقة الروابط، عايز دلتا اتش. اكتب القانون. دلتا اتش، احنا عندنا دلتا اتش ده يا شباب كان بيساوي حاجة من اتنين. يا إما المحتوى الحراري للنواتج اتش برودكتس ناقص اتش رياكتنت. طب هل ده هنستخدمه دلوقتي؟ لا. ليه مش هنستخدمه دلوقتي؟ مش هنستخدمه دلوقتي لأن هو مديني طاقة الروابط. ده أنا بستخدمه ده أما يديني مين؟ محتوى حراري. طيب هل هو بيتكلم عن المحتوى الحراري؟ هل هو مديني المعطى محتوى حراري؟ لا، ده مديني المعطى ايه؟ طاقة الروابط. طالما طاقة الروابط يبقى استخدم القانون التاني. طب القانون التاني ده بيقول ايه؟ بيقول لي والله ان الدلتا اتش ده بيساوي ايه يا معلم؟ احنا عندنا حاجة او حاجة. عندنا المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات. القانون التاني بيقول لي ان هو طاقة روابط المتفاعلات زائد طاقة روابط النواتج. طيب طاقة روابط المتفاعلات دي يا شباب كنا بنقول دي طاقة ممتصة لكسر الروابط. احنا عندنا هنا كده المتفاعلات بتمتص طاقة عشان اكسر الروابط بتاعتها، عشان اروح اكون روابط. هنا كده لكسر الروابط. كسر يبقى امتصاص، ودي هنعوض عنها بالايه؟ بالسالب، لان دي طاقة ايه؟ منطلقة. ماشي، يعني كان المفروض لما يديني طاقة الروابط هجيب طاقة روابط المتفاعلات بالموجب زائد طاقة روابط المتفاعلات بالايه؟ من النواتج بالايه؟ بالسالب. طيب تعالى كده نرسم المعادلة اللي هو راسمها. ماشي، احنا كده عرفنا القانون اهو اللي احنا بنستخدمه، لان دول موضوع الدرس يعني. تاني يا شباب، دلوقتي اما نيجي نتكلم على الدلتا اتش هتقول لي والله هو مديك معطى مين؟ المعطى طاقة الروابط ولا المعطى المحتوى الحراري؟ لو محتوى الحراري يبقى انا هقول المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري مين؟ للمتفاعلات. تمام، عايزين نحط ده في اي داهية كده عشان ايه؟ نحطه في جنب هنا كده. تمام. لو هو مديني انا عندي حاجه من اتنين، يا اما محتوى حراري النواتج ناقص محتوى حراري المتفاعلات، يا اما طاقه روابط المتفاعلات زائد طاقه روابط النواتج. طاقه روابط المتفاعلات بالموجب، طاقه روابط النواتج بالايه؟ بالسالب. تمام، دي بالسالب. ماشي، تعال ما نطبق كده. تعال ما نرسم دي. بيقول لي سي اتش 4. سي اتش 4 انت ممكن تجيبها من هنا المعادله. طيب السي بتمسك في الاتش برابطه ايه؟ احاديه صح؟ من المعطيات يعني. يبقى انا عندي سي اتش 4، عندي سي ماسكه في كام هيدروجين؟ 4 هيدروجين. ادي هيدروجين، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع. ده السي اتش 4 زائد 3 في سي ال 2. سي ال 2 ده يا شباب يعني سي ماسكه في سي ال صح؟ عندي 3 اشكال من ده، 3 من ده صح؟ اداني مين؟ اداني النواتج. النواتج دي اللي هي مين؟ دي كده المتفاعلات. احنا عايزين بس نعمل الشكل البنائي بتاعها. طيب النواتج بيقول لي سي اتش سي ال 3. سي ماسكه في اتش وماسكه في 3 سي ال. يبقى السي، بص يا شباب احنا عندنا الكربون ده ممكن يكون شكله عامل كده، حواليه 4 روابط كده. كده كده الكربون في الكيمياء العضويه لازم يكون حواليه 4 روابط. ممكن يكون الاربعه احاديه، ممكن تكون اتنين كل واحده فيهم ثنائيه، ممكن تكون واحده ثلاثيه وواحده احاديه، وهكذا. تمام. فانا عندي هنا السي هي سي واحده صح. طيب ماسكه في واحده اتش، والواحده اتش دي تبقى احاديه، وماسكه في 3 سي ال. ادي سي ال، وادي سي ال، وادي سي ال. تمام. زائد النواتج التانية مين؟ اتش سي ال. طيب 3 اتش سي ال يعني 3 اتش ماسكه في سي ال. هكتبها لوحدها فوق هنا اهو. زائد 3 اتش ماسكه في سي ال. طيب دلوقتي عايزين نجيب طاقة روابط المتفاعلات. طاقة روابط بتساوي. طيب انت عندك كده تعمل نجمع، عندك كام واحده من الاتش من اتش سي؟ اتش سي احنا عندنا الطاقه بتاعتها ايه صح؟ قيمتها بكام؟ 413. يبقى انا عندي كام واحده منهم؟ ادي واحده، ادي واحده، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعه. يبقى 4 في سي اتش واحده بكام؟ ب 400 وكام؟ و13. زائد معايا كام واحده من السي ال سي ال؟
معايا تلاتة. تلاتة في كام؟ سي ال بكام؟ ب240. طيب كده أنا جبت مين؟ المتفاعلات. طيب هنحسبهم على الآلة الحاسبة ونطلعهم. ماشي؟ هنحسبهم على الآلة الحاسبة ونطلع قيمة دي. 4 في 413 زائد 3 في 240. طيب تعالى كده ونحط قدامهم إشارة إيه؟ موجبة. يعني هنطلع الناتج هنا كده ونحط قدامه إشارة موجبة. طيب نجيب طاقة روابط النواتج. طاقة روابط إيه؟ النواتج. طيب النواتج عندك كام واحدة من سي ال؟ عندي 3 صح؟ يبقى 3 في سي ال. 3 في سي ال. طيب زائد معايا كام واحدة من السي اتش؟ معايا ادي كده اهي واحدة اهي صح؟ واحد في سي اتش زائد معايا كام واحدة من الاتش سي ال؟ معايا تلاتة. تلاتة في اتش سي ال. طيب تعال نعوض. السي سي ال بكام؟ السي سي ال 300 وايه؟ و40. يبقى تلاتة في 300 وايه؟ و40 زائد 3 في 340 زائد واحدة في السي اتش. السي اتش بكام؟ السي اتش ب 413. واحدة في 413. طيب زائد 3 في كام؟ 3 في ال اتش سي ال. اتش سي ال اللي هي ب 430. وتطلع الناتج وتحط قدامه إشارة سالبة. طيب تعالى نحسب الناتج كده عشان ايه اطلعها. ادي رقم بقى مش معايا آلة حاسبة فهحسب بالتليفون. طيب دلوقتي أنا عندي 400 في 413 هيطلع لك كام؟ 1652 زائد 3 في 240. طيب بيساوي 2372. يبقى موجب 2372. طيب هي بالتقريب كده صح تمام. ماشي اللي بعدها بيقول لي 3 في 340 زائد 413 زائد 3 في 430 تساوي 2000 سالب 2000 في ايه؟ سالب 2723. طيب احنا عندنا الدلتا اتش هيبقى بيساوي ايه؟ والله طاقة روابط المتفاعلات بالموجب اللي هي بكام؟ ب 2372 زائد طاقة روابط النواتج بالايه؟ بالسالب اللي هي سالب ايه؟ سالب 2723. طيب دي كده ناقص دي تمام. دي زائد دي جمع جبري يعني هيطلع لك بكام؟ دي كده اهو. آه، ماشي. طيب هيطلع لي بسالب 351. سالب 351 كيلو جول لكل مول صح؟ انا بشوفها بس بالكيلو جول ولا لا ولا بالجول. يبقى سالب 351 كيلو جول لكل مول. يبقى انت من الاخر بتحسب طاقه روابط المتفاعلات وبتحسب طاقه روابط النواتج. طاقه روابط المتفاعلات بتحط قدامها موجب. طاقه روابط النواتج بتحط قدامها سالب وتجمع الاثنين مع بعض يطلع لك قيمه الدلتا اتش. تمام. هو السؤال سهل بس يبقى سؤال طويل يعني بس مش اكتر. تمام. آه الحاجات دي ماشي. اقفل النت يا عم. اقفل يا عم.
طيب نخش بقى في الأسئلة اللي بعدها. بيقول لي أي مما يلي من خصائص أنظمة الطاقة الأقل كفاءة. هو بيقول لي النظام ده ماله أقل كفاءة. أقل كفاءة. طيب تعال ما نقول الاختيارات. الاختيار رقم ألف نسبة الطاقة الخارجة غير مرغوبة زيادة في الغير مرغوبة صح أقل كفاءة. طيب تعالى نقرا بقية الاختيارات. انخفاض نسبة الطاقة الغير مرغوبة لا. انخفاض نسبة الطاقة الغير مرغوبة يعني ده يعني كفاءته إيه؟ كفاءة عالية. تمام. طيب زيادة نسبة الطاقة الخارجة المرغوبة ده كفاءة عالية. تمام. لا يمكن تحديد الإجابة لا. يبقى الإجابة رقم ألف. طيب الشكل البياني المقابل يوضح كمية الطاقة المرغوبة. ماشي. فيها وغير المرغوبة. المرغوبة والغير المرغوبة الناتجة من بعض الأنظمة المختلفة. أي منها الأكثر كفاءة. أكثر كفاءة يبقى المرغوبة عالية والغير مرغوبة إيه قليلة. تمام. ده الأكثر إيه الأكثر كفاءة. ده الأكثر إيه كفاءة. طيب الأقل كفاءة. الأقل كفاءة العكس. المرغوبة قليلة والغير مرغوبة إيه غير مرغوبة عالية. تمام. طيب تعال ما نختار. دلوقتي انا عندي بيقول لي عايز اكثر كفاءه. اكثر كفاءه روح على المرغوبه خليها عاليه. مرغوبه عاليه وغير مرغوبه قليله يبقى رقم عين. تمام. يبقى دي غلط ودي غلط. ماشي. وعايز الاقل كفاءه. اقل كفاءه يبقى الغير مرغوبه عاليه والمرغوبه قليله. الغير مرغوبه عاليه والمرغوبه قليله. طيب يبقى عندي س. يبقى عين وس. يبقى الاجابه رقم باء. تمام. السؤال رقم 3 بيقول لي عند حدوث تفاعل كيميائي في كأس فإن محتويات الكأس التي يحدث بينها التفاعل تمثل. طيب دلوقتي بيقول لي ايه حدوث تفاعل كيميائي في كأس. ادي الكأس اهو. طيب فإن محتويات الكأس الحاجات اللي جوه الكأس دي تعبر عن ده النظام اللي جوه الكأس هو النظام. كنت بقول لكم الكوباية اللي جوه الكوباية هو مين النظام. تبعا لمفاهيم الديناميكا الحرارية عند دراسة الخلية النباتية. دراسة مين الخلية النباتية. فإن الجدار الخلوي الذي يحيط بها يمثل نقط. طيب احنا عندنا ادي الخليه النباتيه اهي بيبقى عندها جدار من بره. الجدار ده هو الحدود اللي بتسمح بتبادل الماده او الايه او الطاقه. طيب يبقى هو الحدود. حدود الايه النظام لان ده اللي محوطها من الخارج. يبقى الاجابه ج. طيب سؤال رقم 5 بيقول لي من الشكل المقابل أي رموز موضحة يمثل كل من النظام والوسط المحيط على الترتيب. النظام هو س وصاد. طيب س وصاد ده المتفاعلات. ده النظام دي الحاجات اللي جوه. لام ده الحدود. طيب ميم ده الوسط المحيط. تمام. طيب الوسط المحيط هو عايز مين عايز النظام. يبقى انا عندي عين. عين ده هو النظام اللي هي س وصاد. تمام. كل اللي جوه من الاخر يعني. طيب وعايز مين عايز الوسط المحيط. الوسط المحيط ميم يبقى انا عايز الاختيار التاني ميم. يبقى الاجابه رقم ب. ماشي. آه السؤال رقم السؤال رقم 6. طيب بيقول لي الشكل المقابل يمثل تغير كتلة المادة. تغير مين؟ كتلة المادة في 4 أنظمة خلال فترات زمنية معينة. أي الاختيارات بالجدول التالي صحيحة؟ طيب صلوا على النبي. دلوقتي هو عايز نظام مفتوح. نظام مفتوح يعني الكتلة بتزيد أو بتقل. الكتلة بتبقى إيه؟ ما ينفعش تبقى ثابتة. يعني ده كده نظام مغلق. ليه؟ دلوقتي أنا عندي مغلق هيبقى لام. فكده الإجابة عين ج. تمام. مغلق كده لام. ليه؟ لأن أنا عندي لام ده الكتلة زي ما دخلت زي ما خرجت. يعني كده بص أدي نظام مغلق أهو. هل المادة هتطلع؟ لا. طب هل في مادة هتخش؟ لا. طب هل الكتلة كده هتزيد؟ لا. هل الكتلة هتقل؟ لا. يبقى ده كده نظام ايه؟ مغلق. تمام. يبقى اللي الكتلة ثابتة هو النظام المغلق. يبقى الإجابة رقم ج. تمام. طيب السؤال رقم 7 بيقول لي أي العبارات التالية صحيحة. عايز الجملة الإيه؟ الصحيحة. ماشي. بالنسبة للأنظمة في الديناميكا الحرارية. طيب جميع الأنظمة تسمح بتبادل المادة والطاقة مع الوسط المحيط. ده النظام مفتوح فقط. طيب جميع الأنظمة تسمح بتبادل المادة فقط مع الوسط المحيط. لا. اللي بيسمح بتبادل المادة فقط ده النظام الايه بيسمح بتبادل المادة فقط. طيب مش بيسمح بتبادل الطاقة. طيب ده مش نظام احنا ما خدناهوش اصلا. احنا ما خدناش حاجة اسمها كده. بيسمح بتبادل المادة يبقى اذا ده نظام مفتوح. تمام. طيب النظام المغلق يسمح بتبادل مغلق. ماشي. يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحيط صح. احنا عندنا المغلق اهو مغلق. قفلناه. ده مغلق هيسمح بتبادل ايه الطاقه تخش وتطلع لكن الماده ما تخشش وتطلع. طيب سؤال رقم 8 اي العبارات الاتيه تعبر عن النظام المغلق في الديناميكا الحراريه. نظام ايه مغلق. طيب الكتله ادي نظام مغلق اهو. ادي النظام مغلق. طيب الكتله الداخله الى النظام تساوي الكتله الخارجه الى الوسط المحيط. الكتله لا تنتقل من النظام الى الوسط المحيط او العكس صح. تمام. طيب الكتله الداخله الى النظام تكون هي مفيش كتله بتخش اصلا. تمام. طيب لا يمكن حدوث تبادل حراري بين النظام والوسط المحيط. لا بيحصل تبادل. احنا قلنا مغلق يبقى يسمح بتبادل الطاقة لكن لا يسمح بتبادل الايه المادة. تمام. يبقى الإجابة رقم ب.
سؤال رقم 9 بيقول أي مما يلي يمثل أحد الأمثلة على الخواص الممتدة. طيب الخواص الممتدة دي يا شباب اللي كانت بتعتمد على كمية المادة. طيب الكتلة صح. تمام. ليه؟ لأن درجة الحرارة ديت مركزة، الكثافة مركزة، درجة الحرارة النوعية مركزة، لأن هي بتعتمد على نوع المادة. سؤال رقم 10 بيقول لي الشكل المقابل يمثل ثلاثة أوعية تحتوي على كتل متساوية من الشاي. تمام. في درجة حرارة 70 عند الشاي في درجة حرارة 70. طيب أي مما لا يمثل الشاي في الأوعية الثلاثة بعد مرور 20. طيب ده نظام مفتوح، ده نظام مغلق، ده نظام معزول. طيب بعد 20 دقيقة ده حرارته هتقل، ده حرارته هتقل برضو، ده حرارته ايه؟ ثابتة. طيب ده كميته. طيب دلوقتي لا تتغير درجة الحرارة في واحد صح. طيب بينما تقل كتلته في الوعاء رقم اتنين. احنا عندنا اتنين مغلق، وطالما مغلق الكتلة مش هتطلع، ده غلط لأن اتنين ده مغلق. طيب لا تتغير الكتلة في الوعاء رقم واحد. تمام كده كده واحد ده معزول ولا بيعدي أي حاجة بقى، يعني قافلها مية ونور مفيش أي حاجة بتعدي. بينما تقل درجة حرارته في الوعاء رقم اتنين. والله صح برضو. طيب يبقى الجملة الإجابة رقم ب. ليه؟ لأن احنا عندنا واحد ده معزول، معزول ده هيفضل ثابت في كل حاجة، كتلة ثابتة، الكتلة هتبقى ثابتة، وكذلك الحرارة ثابتة. طيب ده الحرارة هتقل لكن الكتلة ثابتة. طب ده الحرارة هتقل والكتلة هتقل. تمام. طيب أي خاصية تالية لا تعتمد على كمية المادة، مش بتعتمد على كمية المادة يعني هي خاصية مركزة، بتعتمد على نوع المادة. طيب الكتلة لا، الكتلة خاصية ممتدة بتعتمد على كمية المادة، الحجم لا، خاصية ممتدة بتعتمد على كمية المادة. طيب درجة الحرارة أيوه لأن دي خاصية إيه؟ مركزة. كمية الطاقة الداخلية لا برضه. ماشي يبقى الإجابة هتكون رقم د. طيب السؤال رقم 12. السؤال رقم 12 بيقول أي الاختيارات التالية يعتبر مثال لكل من الخواص المركزة والخواص الممتدة للنظام في الديناميكا الحية على الترتيب. خواص مركزة. طيب خواص ممتدة، تعال ما نشوف على الترتيب. كتلة دي مش مركزة ما ينفعش. سعة حرارية مش مركزة ما ينفعش. طيب درجة الحرارة مساحة السطح درجة الحرارة مركزة. طيب مساحة السطح ممتدة تمام. طيب يبقى الإجابة هتكون إيه؟ هتكون رقم ج إن شاء الله. طيب السؤال رقم 13 يقول لي إذا كان مجموعة الطاقة حركة جزيئات النظام هو كي إي. تمام. طيب ومجموع طاقة الوضع لجزيئات النظام هو بي إي، فإن الطاقة الداخلية للنظام تساوي مجموع الاتنين. تمام. ليه؟ إحنا كنا بنقول إن الطاقة الداخلية للنظام هي عبارة عن طاقة الوضع والطاقة بتاعة الحركة الموجودة في النظام. تمام. يبقى إحنا وقلنا ديت استحالة نقدر نقيسها، يعني مش هنقدر نقيسها هي ذات نفسها. تمام بدلالتها يعني كنا بنقول بنجيبها بدلالة مين؟ بدلالة كمية الحرارة وبدلالة الشغل المبذول. تمام. يبقى انا عندي هي بتساوي مجموع الاثنين، بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. يبقى تاني دلتا يو بتساوي طاقة الوضع طاقة الحركة اللي هي كي اي. تمام كايناتيك انرجي زائد عندنا بي اي اللي هي طاقة الايه؟ الوضع. تمام. يبقى انا عندي مجموعهم مجموع طاقتي الوضع والحركة بتاعت النظام. طيب هل ديت نقدر نجيبها؟ لا دي ما بنقدرش نجيبها، فبنجيبها بدلالة مين؟ بنجيبها بدلالة دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. تمام. طيب السؤال رقم 14 بيقول لي كمية من غاز مثالي موضوع داخل إناء اسطواني مزود بمكبس قابل للحركة كما في الشكل رقم واحد. تمام. فإذا انضغط ببطء مع ثبوت درجة الحرارة نفهم بقى. دلوقتي بيقول لي الدلتا تي بصفر، يبقى إذا الدلتا يو هتساوي زيرو، يبقى إذا الدلتا كيو بتساوي دلتا دبليو. تمام انا ترجمت كده على طول. ليه؟ لان هو بيقول لي ثبات درجه الحراره. ماشي. طيب ليصبح في الشكل رقم 2 فاي الكميات التاليه تكون اشارتها قيمتها سالبه وفقا لدراستك للقانون الاول للديناميكا الحراريه. طيب صلى على النبي. دلوقتي انت دلوقتي كنظام اتبذل عليك شغل، اتبذل عليك شغل كده، المكبس هو اللي زقك، يبقى الدلتا دبليو هتكون سالبه. ليه هتكون سالبه؟ لان انت اتبذل عليك شغل، وطالما الدلتا دبليو بتساوي الدلتا كيو يبقى الدلتا كيو برضه هتبقى بايه؟ بسالب، يبقى الاثنين بايه؟ بسالب. يبقى انا عندي اللي هيكون بسالب، انا عندي الدلتا يو بصفر، يبقى اي دلتا يو هستبعدها اصلا. تمام. يبقى الدلتا دبليو والدلتا ايه؟ كيو. تمام. يبقى الاجابه رقم ج ان شاء الله يعني. طيب السؤال رقم 15 بيقول لي عند تسخين غاز محبوس، تسخين يبقى كيوب موجب، دلتا كيو موجب، انت بتترجم. طيب في اناء محكم الغلق يبقى الدلتا دبليو بصفر. ليه؟ محكم الغلق الدلتا في فوليوم يعني بيساوي صفر، يبقى الدلتا في بايه؟ بصفر. فهي الاختيارات ينطبق عليها على هذا الغاز عند اهمال
تمدد الإناء. طيب الحجم لا يتغير. تمام. طيب الشغل المبذول هيساوي الصفر. تمام، يبقى الإجابة رقم ب، لأن أنت عندك الحجم ثابت، طالما الحجم ثابت يبقى التغير في الشغل بإيه؟ بيبقى ثابت. تمام. طيب السؤال رقم 16 بيقول لي في ضوء دراستك للقانون الأول للديناميكا الحرارية. طب مين القانون الأول للديناميكا الحرارية؟ دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب أوجد قيمة الدلتا كيو موجبة عند اكتساب حرارة، صح؟ بيكون الكيو موجب لما يكتسب حرارة، يفقد حرارة بتكون سالبة. طيب لا تنتقل، لا، لأن ديت بتبقى بصفر. تمام. طيب قيمة الدلتا دبليو موجبة لما النظام هو اللي يبذل شغل. بذل شغل على النظام لا، كده سالب، لأن كده النظام اتبذل عليه شغل. بذل النظام للشغل صح، يبقى الإجابة رقم ب. تمام. طيب السؤال رقم 17 بيقول لي كمية من غاز مثالي محبوس في إناء معزول. معزول، يبقى إذا الدلتا كيو بتساوي صفر. دي الحالة الأديباتية. أديباتي معزول، دلتا كيو بصفر، يبقى الدلتا يو بيساوي سالب دلتا دبليو. طيب ومحكم الغلق يعني الدلتا دبليو بتساوي صفر. طيب محكم الغلق بواسطة مكبس قابل للحركة. طالما قابل للحركة يبقى دي تشطب كده. ليه؟ لأن هو قابل للحركة، هو مقفول بس الحجم يقدر يتغير. طالما قابل للحركة يبقى الدلتا دبليو مش بصفر. فإن درجة الحرارة الغاز تنخفض عندما، طيب صلى على النبي. دلوقتي احنا عندنا الدلتا يو بتساوي سالب دلتا دبليو، يعني كده الدلتا يو هتتناسب عكسي مع الشغل. طيب هو دلوقتي لو النظام ينضغط في حالة أديباتية. طيب صلى على النبي. دلوقتي ما ينفعش اختار ايزوثيرمية. ليه؟ لأن الايزوثيرمية دي الدلتا تي بصفر، يعني ما فيش تغير في الحرارة أصلا. تمام. طيب ايزوثيرمية غلط، يبقى أنا عندي ألف قدامي إيه؟ ب. قدامي حالة أديباتية، وكده كده هو معزول أصلا فهو حالة أديباتية. طيب ينضغط ولا يتمدد؟ هو دلوقتي لو النظام هو اللي انضغط يعني اتبذل عليه شغل واتبذل عليه شغل، يبقى الدلتا دبليو دلوقتي ينضغط يعني هو اتبذل عليه شغل، يبقى الدلتا دبليو بسالب. سالب في سالب بموجب، فكده الحراره هتزيد اللي هي الدلتا يو هتزيد. طيب عندما يتمدد هو اللي كده بذل شغل. تمام. طيب دلوقتي تاني دلوقتي احنا عندنا يا شباب، بص احنا قلنا ايه؟ دلتا يو هتساوي سالب دلتا ايه دبليو، يعني اليو والدبليو علاقه ايه؟ عكسيه. اليو والدبليو علاقه ايه؟ عكسيه. طيب هو ينضغط يعني اتبذل عليه شغل، صح؟ يعني هو كده ما بذلش شغل، يبقى كده الحراره هتزيد، لان احنا كده قلنا اليو علاقه ايه؟ عكسيه. يتمدد هو كده هو اللي بذل شغل، فكده حرارته ايه؟ تقل، يبقى الاجابه رقم ب. يبقى تاني انت قلت لي دلتا يو هتساوي سالب دلتا دبليو. طيب كده اليو اللي هي بدلالتها هنعرف الدلتا تي. تمام، علاقه عكسيه مع الدلتا دبليو. طيب دلوقتي انت بتقول لي ينضغط يعني اتبذل عليه شغل، انضغط يعني اتبذل عليه شغل، يبقى الدلتا دبليو هتبقى بسالب. طيب انا عندي الدلتا يو بتساوي سالب دلتا دبليو. طيب والدلتا دبليو بسالب اصلا، سالب في سالب بايه؟ بموجب، يبقى كده ديت هتبقى بموجب ودي كانت بايه؟ بسالب، يبقى دي حرارتها زادت. طيب هنا يتمدد هو اللي بذل شغل، يبقى الدلتا دبليو دي هنحط مكانها موجب، موجب في سالب سالب، يبقى اذا الدلتا يو هتساوي سالب. تمام، دلتا يو هتساوي ايه؟ سالب، يبقى الحراره قلت، يبقى الاجابه رقم ب. طيب اي الامثله التاليه يمثل عمليه ايزوثيرميه. ايزوثيرميه يعني ايزو لدرجه الحراره، ايزو يعني تساوي، دلتا تي يساوي ايه؟ زيرو. تمام. طيب تحول في كميه، ماشي، هو بيقول لي ايه؟ عمليه ايزوثيرميه، تسخين لا. طيب ملامسه جسم ساخن لجسم بارد. طب قول ان الايزوثيرميه دي تحول الماده من حاله لاخرى. المادة بتتحول من حالة لإيه؟ لأخرى. طيب دلوقتي تعال نشوف الاختيارات. تسخين كوب من الماء، تبريد إناء مغلق، ملامسة جسم ساخن لآخر بارد حتى تتساوى درجة حرارتهما. طيب احنا عندنا الدلتا تي بصفر، يعني التي 2 بتساوي تي 1. تمام. طيب طبعا دي ما تنفعش. ليه؟ لأن انت عندك هنا كان في واحد سخن واحد ايه؟ بارد. فدلوقتي التي 1 ده كان سخن وده يعني بقى بارد، صح؟ وده كان بارد بقى سخن، فكده في اختلاف، صح؟ عندما تتحول كمية من المادة من حرارة صفر إلى، طيب هي ديت أنت حولت إيه؟ كمية من المية السائلة إلى ثلج، صح؟ عند نفس درجة الحرارة دي. إحنا قلنا يا شباب أيزوثيرمية يعني تحول من حالة لأخرى. هتروح على الاختيارات تجري تشوف مين اللي حول لك من حالة صلبة لسائلة أو من سائلة لصلبة وهكذا يعني. يبقى الإجابة رقم ألف. تمام. السؤال رقم 19 بيقول لي فيما يلي عبارتين لطالب حول عملية أديباتية. أديباتية يعني معزول، أديباتي يعني إيه؟ معزول. ومعزول يعني دلتا كيو بتساوي زيرو. بتساوي إيه؟ زيرو. طيب العبارة واحد بيقول لي تتغير درجة الحرارة الغاز أثناء تلك العملية. العبارة اتنين
طيب هو بيقول لي تتغير درجه الحراره. طيب تعالى ما نفهم كده. هو انا عندي اديباتي دلتا كيو. تعالى نترجم بس اللي انت فهمته. عامليه اديباتيه دلتا كيو بايه؟ صفر. يبقى دلتا يو بتساوي سالب دلتا دبليو. تمام. طيب تتغير درجه الحراره اثناء تلك العمليه؟ والله ممكن. ليه؟ لان هي كده درجه الحراره تتوقف على الدلتا يو، والدلتا يو متوقفه على الدلتا دبليو، فدي ممكن تكون جمله صح. طيب العباره الثانيه يتبادل، يحدث تبادل للطاقه؟ لا. ليه؟ لان ادباتي مع المعزول. يبقى الجمله الاولى صح والثانيه ايه؟ والثانيه خطا. العباره الاولى صحيحه والثانيه خطا، يبقى الاجابه رقم الف. طيب بيقول لي عند تعرض النظام بشكل لأشعة الشمس مما أدى لارتفاع درجة حرارته 2 درجة. ارتفع 2 درجة، يعني كده في دلتا تي. دلتا تي بتساوي كام؟ موجب 2 درجة سيليزية. تمام. يبقى إذا في دلتا يو، ودلتا يو بتساوي دلتا كيو ناقص دلتا ايه؟ دبليو. طيب العملية تمثل، طيب أولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، مش أيزوثرمية. ليه؟ لأن الأيزوثرمية دي يعني الدلتا تي بصفر، زيرو. طيب مش أديباتية، لأن أديباتية دي يعني نظام معزول، ومعزول ده لا هياخد طاقة ولا هينتج إيه؟ طاقة. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ هتكون رقم ألف اللي هي أيزوكورية. ليه؟ لأن أنت عندك ديت أسطوانة غاز مقفولة، نظام مغلق. عندي أيزوكورية يعني نظام مغلق، يعني الحجم إيه؟ ثابت. تمام؟ يبقى الإجابة دي أيزوكورية. طيب بيقول لي إناء معزول، يبقى الدلتا كيوب صفر. تمام. يحبس إيه؟ إناء معزول يحبس كمية من غاز بواسطة مكبس قابل للحركة، يعني في دلتا دبليو، في مش بصفر. إذا ضغطت هذه الكمية سريعا، ضغطت يعني اتبذل عليها شغل. اتبذل عليها شغل يبقى دلتا دبليو بتساوي سالب مش موجب، لأن لو هو اللي عمل الشغل يبقى موجب، لكن المكبس هو اللي عمل عليه شغل يبقى إيه؟ سالب. لو مش فاهم رجع على فيديو الشرح. فتتغير الطاقة الداخلية بمقدار 200 جول. طيب آه، فهنا كمية الحرارة التي اكتسبها. طيب الغاز من وسط محيط. طيب احنا عندنا دلتا يو بتساوي دلتا كيو. طيب وهو اصلا نظام معزول يبقى ده دلتا كيو بصفر، واحنا عندنا دلتا يو بيساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب احنا عندنا الدلتا دبليو بايه؟ الدلتا كيو بايه؟ بصفر. تمام. هي كده كده اصلا بتساوي صفر. ليه؟ من قبل ما نحل، لان انت عندك ايه؟ انا بحل في ايه؟ هو معزول، يعني انت عمال يحط لك ارقام وبتاع، وكنت هتحل وهتطلع بصفر برضه في الاخر، لان هو نظام معزول، وطالما معزول مش هيكتسب حراره ولا هيفقد ايه؟ حراره، يبقى بالتالي بصفر. طيب بيقول لي كميه من غاز محبوس، ماشي، في اناء معدني مزود بمكبس قابل للحركه، يعني في دلتا دبليو مش بصفر. طيب سخن، يبقى الدلتا كيو بصفر. دلتا كيو هو سخن يعني اكتسب، يبقى بموجب. طيب تحت ضغط ثابت، ضغط ثابت. مم. طيب مقدار الحرارة كذا، فإن حجمه نتيجة لبذل الشغل ده إيه اللي هيحصل له؟ طيب إحنا عندنا دلتا يو بتساوي دلتا كيو ناقص دلتا دبليو. طيب تعالى مكمل نقرا. بيقول لي إيه؟ بيقول لي اكتسب حرارة مقدارها كذا وزاد حجمه كذا، فإن الطاقة الداخلية كذا. طيب هو عايز الطاقة الداخلية صح؟ عايز الطاقة الداخلية، يبقى هو عايز دلتا يو بتساوي دلتا كيو. دلتا كيو دي بموجب، موجب كام بقى؟ بيقول لي والله بص اقرا تاني كده. ماشي، اكتسب حرارة مقدارها كذا، يبقى بموجب 569. طيب ناقص دلتا دبليو وزاد حجمه. زاد حجمه يعني هو اللي عمل شغل، هو اللي زق الوسط. بص يا شباب، بص كده. كنت بقول لك ايه دلوقتي؟ احنا عندنا ادي المكبس اهو، ادي المكبس، ماشي. طيب الغاز اللي هنا ده هو اللي زق المكبس، عشان كده حجمه زاد. يبقى الدلتا دبليو برضو بموجب. ليه؟ لان هو اللي عمل الشغل. زق بمقدار قد ايه؟ موجب 228. يبقى انا هجمع 569 زائد 228. طيب فهنا الطاقه الداخليه للنظام الدلتا دبليو هتساوي ايه؟ هتساوي موجب. تمام. لا هتساوي ايه؟ موجب 500 ناقص 228، لان انت هتجمع جمع جبري. تمام. يبقى تزداد بمقدار كام بقى؟ اطرح الاثنين من بعض هيطلع لك اكيد مش 700. تمام، اكيد مش 700، يبقى يطلع لي 300. 341. يبقى تزداد بمقدار 341 جول. الاجابه رقم ج. تمام. بيقول لي سؤال رقم 23. كميه الحراره التي يكتسبها غاز مثالي اثناء، هو عايز دلتا كيو وهتكون بموجب. تمام. اثناء عمليه ايزوثيرميه ينتج عنها. طيب هو دلوقتي ايزوثيرميه، يبقى الدلتا تي بصفر.
يبقى الدلتا يو بصفر، صح؟ يبقى اذا دلتا كيو بتساوي دلتا ايه؟ دبليو. طيب يبقى هي كده بتساوي ايه؟ بيقول لي ايه؟ كميه الحراره اللي هي كيو تتوقف على مين؟ على الشغل المبذول. طيب ارتفاع درجه الحراره؟ لا. طيب نقص الطاقه الداخليه؟ لا. بذل شغل؟ هو اما بذل الغاز لشغل يبقى الدلتا يو دلتا دبليو بموجب، يبقى اذا دلتا كيو بموجب. تمام. طيب بذل الشغل على الغاز؟ لا، هو لو بذل شغل على الغاز يبقى الدلتا دبليو بسالب، يبقى اذا الدلتا كيو هتبقى برضو بسالب، هتقل مش هتزيد. تمام. طيب يعني هيفقد مش هيكتسب. ماشي. السؤال رقم 24 بيقول لي في مصباح كهربي تتحول في المصباح الكهربي الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية. الطاقة الضوئية لا، الطاقة الحرارية لا، الطاقة الكهربية تمام. طيب إلى طاقة كيميائية لا، حرارية وضوئية صح، يبقى الإجابة رقم ب. طيب يعتبر انصهار الجليد أيزوثيرمي؟ من غير ما تفكر. ليه؟ لأن أنت عندك ده تحول مادة من حالة لأخرى عند ثبات درجة الحرارة، يبقى إذا دي أيزو إيه؟ أيزوثيرمية. أيزوثيرمية، يبقى الإجابة رقم ب. ماشي. طيب السؤال رقم 26 بيقول لي المخطط المقابل ما قيمة التغير في المحتوى الحراري؟ التغير في المحتوى الحراري التغير يبقى الدلتا اتش. طيب ده طالع لفوق باصص لفوق يبقى ده دلتا اتش بموجب، وده كده مين؟ ده كده الدلتا اتش بتاع تفاعل ماس للحرارة. التفاعل ده ماس ليه؟ لما تيجي تبص لو انت وقفت هنا كده هتلاقيك باصص للنواتج، صح؟ طالع لفوق طالع لفوق طالع لفوق، فده امتص طاقة. طيب الدلتا اتش من اول هنا كده لحد هنا. طيب هات الفرق. والله انا عندي الدلتا اتش بيساوي اتش برودكتس اللي هي النواتج ناقص اتش رياكتنت اللي هي المتفاعلات. طيب اتش برودكتس بكام؟ 180 ناقص اتش رياكتنت بكام؟ ب 60. 180 ناقص 60 بكام؟ 120 موجب 120، يبقى بموجب 120، يبقى الاجابه رقم الف. تمام. تمام. السؤال 27 بيقول لي كم تكون كتلة مول بالجرام من سكر الجلوكوز؟ هو مول بالجرام ده انت عندك سكر الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6. طب عايزين نجيب كتلة مول. طيب انت عندك كام كربون؟ عندي 6، يبقى 6 في كتلة الكربون. كتلة الكربون بكام؟ ب 12، يبقى 6 في 12 زائد 12 في الهيدروجين كتلته بكام؟ بواحد. طيب زائد 6 في الأكسجين بكام؟ و8 16، يبقى كلته بكام؟ 16. يبقى كده بيساوي كام؟ تجمعها على الآلة الحاسبة بقى هيطلع لك ب هو ادي 12 60. هو رقم كبير عامة، يبقى ده أكبر رقم فيه. تمام. يبقى رقم 27. عارف أنت ما يكونش معاك آلة حاسبة وتحسب يعني هنا ده كده يعني 60 و6 في 6 36 يعني 96. تمام. وهنا كده عندك 60 و12 72. تمام. فكده رقم كبير يعني، فأكبر رقم في دول مين؟ 180. ما علينا. 28 ما حدش يعمل زي يا شباب، يبقى هاتوا آلة حاسبة. 28 في احد التفاعلات الكيميائيه كان المحتوى الحراري للنواتج اقل، يعني ده بص محتوى حراري للنواتج اللي هو اتش بي اقل من المحتوى الحراري اللي هو اتش رياكتنت. طيب احنا عندنا دلتا اتش بيساوي اتش بي ناقص اتش ار. طيب دي قليله. طيب انت بتطرح حاجه صغيره من حاجه كبيره، يبقى دلتا اتش سالب. وكده كده اصلا انت بتقول ايه؟ محتوى حراري للنواتج قليل، يعني هو كده طرد طاقه طرد طاقه، يبقى تفاعل ايه؟ طارد. غير كده اصلا انت لو عوضت اهوت هيطلع سالب، وسالب ده يعني تفاعل ايه؟ طارد للحراره. طيب ماس لا، اتش باشاره موجبه. اصلا انت لو بصيت للاختيارات تحلها ليه؟ اصل ماس يعني موجب، والاثنين كده يعني الف وجيم بنفس المعنى. دلتا اتش مش بصفر، يبقى الاجابه رقم ب. فاهمين؟ ما علينا. يعني الاسئله مستواها تعبان شويه، انا شايف كده الصراحه. سؤال 29 في التفاعل المقابل تكون قيمة دلتا اتش. طيب دلتا اتش انت عندك كده هو الطاقة مطرودة مع النواتج، يبقى ده تفاعل طارد، وطارد سالب، يبقى الدلتا اتش بيساوي سالب. سالب كام بقى؟ انت جبت كام؟ 112، يبقى سالبة. موجبة لا. ليه؟ لأنه طرد طاقة مع النواتج. طرد طاقة مع النواتج يبقى دلتا اتش سالب، لأن ده تفاعل طارد. لأنه تفاعل ناقص لا، لأنه تفاعل إيه؟ طارد. يبقى الإجابة رقم ج. طيب السؤال رقم 30 في المعادلة المقابلة يستنتج أن المحتوى الحراري للبخار الماء نقط المحتوى الحراري للماء السائل. طيب دلوقتي أنت طالع بموجب صح؟ أنت عندك دلتا اتش بيساوي اتش برودكت ناقص اتش النواتج، اتش رياكتنت اللي هم المتفاعلات قصدي، اتش النواتج ناقص اتش الايه؟ المتفاعلات. طيب اتش النواتج دول اللي هي مين؟ اللي هي الفيبور. طيب اتش الرياكتنت اللي هم مين؟ الليكويد اللي هي السائله. طيب دلوقتي بكام؟ موجب 44. يعني كده النواتج اللي هي الفيبور اللي هي البخار
اكبر من المتفاعلات ب 44. يبقى البخار اكبر من المحتوى الحراري للماء السائل بكام؟ بمقدار 44 كيلو جول لكل مول. تمام، بمقدار 44 كيلو جول لكل ايه؟ لمول. تمام، عرفنا ازاي؟ لان ال 44 ده بيساوي النواتج ناقص المتفاعلات، فكده النواتج اكبر من المتفاعلات بقد ايه؟ 44. طيب ما رقم الجزء الدال على التغير في المحتوى الحراري الدلتا اتش؟ طيب الدلتا اتش ده يا شباب من اول الفرق ما بين المتفاعلات والنواتج. دي النواتج ودي المتفاعلات صح؟ الفرق ما بينهم اللي هي الحته دي. طيب اللي هي رقم كام؟ 4. طيب طب مين رقم 2؟ رقم 2 دي طاقه التنشيط. ليه؟ لان دي الطاقه من عند المتفاعلات لحد ما اطلع فوق كده يعني. تمام، طاقه الايه؟ التنشيط. ماشي، يبقى انا عندي رقم 4 دي الدلتا اتش. طب الدلتا اتش هنا قيمتها موجبه ولا سالبه؟ انت بص 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 طلع فوق، يبقى ده تفاعل ايه؟ ماس. يبقى دلتا اتش ايه؟ موجب، ماس للحراره. تمام. طيب بيقول لي عندنا تفاعل 1 جرام من غاز الهيدروجين، تبع المعادله دي. تمام. والله ده تفاعل طارد. ليه؟ لان الطاقه مطروده مع النواتج، يبقى الدلتا اتش بسالب. طيب طارد يبقى انا باصص لتحت. طيب وهنزل لتحت قد ايه؟ علما بان العدد الكتلي للهيدروجين 1. طيب فان الشكل البياني الذي يعبر عن هذا التفاعل. طيب صلى على النبي عشان السؤال ده يعني سؤال حلو. تمام. طيب بصوا يا شباب، هو انا دلوقتي معايا تفاعل ايه؟ 1 جرام من غاز الهيدروجين تبعا للمعادله دي. تمام، فاذا علمت ان العدد الكتلي للهيدروجين بواحد. طيب هو انا كده معايا كام هيدروجين؟ معايا 2 هيدروجين صح؟ و2 هيدروجين يعني 2 جرام. طب هو بيقول لي 1 جرام، عايز ال 1 جرام. ماشي. اتجاه التفاعل هو اولا التفاعل ايه؟ تفاعل طارد. طارد يبقى طرد طاقه، يبقى ده كده ماس ما ينفعش، ده كده ماس ما ينفعش. يبقى انا ده او ده. طيب اختار ده ولا ده؟ شايفين ايه؟ انت شايف هتختار ايه؟ جيم ولا دال؟ طيب هو بيقول لي ايه المحتوى الحراري لده. ماشي. طيب بص، هو لما كان معايا 2 جرام طلعوا لي قد ايه؟ 185. طب هو عايز الواحد جرام. 1 جرام يبقى النص. نص اللي طلع كام؟ هو 185، يبقى 185 على ايه؟ على 2. يطلع لك 92 ونص، يبقى الاجابه رقم جيم. السؤال ده حلو، يعني هو مش حاطط عليه علامه متفوقين، بس هو سؤال حلو. تمام. يبقى تاني يا شباب بص، احنا عندنا معادله بتقول الاتي H2 زائد Cl2. طيب ادانا 2 HCl زائد 158. من الحاجه دي المعادله ده ايه؟ دلتا اتش بتاعتها بتساوي سالب 158 185. تمام، المعادله دي. طيب هو بيقول لي المعادله دي، في المعادله دي انت معاك كام جرام من الهيدروجين؟ معايا 2. طب هو بيقول لي الواحد يبقى اقسم كل ده على 2. طيب يبقى انا معايا ادي هيدروجين واحده زائد سي ال واحده يديني اتش سي ال واحده زائد كام؟ 92 ونص. يبقى الدلتا اتش في الحاله دي يكون سالب 92 ونص. طيب اي الاشكال البيانيه الاتيه يعبر عن التفاعل الكيميائي تمتص، يعني تفاعل ماس، يبقى انا طالع لفوق، ده ينفع وده ينفع. طب طبعا نكمل، ده ما ينفعش ده ما ينفعش. طيب فيها اقل كميه من الطاقه الحراريه من وسط المحيط. تفاعل ماس بس ما امتصش كتير، ده امتص كتير لان انت كنت في متفاعلات تحت قوي والنواتج طلعت فوق قوي. طب هنا امتص بس ما امتصش قوي، يبقى انا عايز اقل، يبقى رقم ايه؟ رقم الف باذن الله. تمام. طيب السؤال رقم 34 بيقول لي اي الاشكال البيانيه هي يعبر عن التفاعل الطارد. طارد للحراره، يبقى انت كنت فوق ونزلت تحت، كنت فوق ونزلت تحت، ده ينفع. كنت فوق ونزلت تحت، ده ينفع. ده ما ينفعش لان ده كده ماس. ده ما ينفعش لان ده كده ماس. انت كنت تحت وطلعت فوق، كنت تحت وطلعت فوق، ده كده ماس. ماس. ده كده طارد، ايوه. ده كده طارد، ايوه. طيب وله قيمه دلتا، اقل قيمه دلتا اتش، يبقى ده ما طردش كتير، يعني الفرق ما بين النواتج والمتفاعلات مش كبير. هنا الفرق قيمته قد ايه؟ من هنا لحد هنا. هنا الفرق من هنا لحد هنا. مين اللي ما طردش كتير؟ ده. تمام، ما طردش كتير، الفرق ما بين النواتج والمتفاعلات مش كبير. هنا الفرق مربعين، هنا الفرق مربع ايه؟ واحد. تمام، يعني هنا الفرق كده اهو، ده الفرق هنا اهو. تمام. ماشي، يبقى الإجابة رقم 34 هتكون إيه؟ ألف. سؤال 35 بيقول لي أي تفاعلات تالية يمكن أن يمثل الشكل البياني المقابل. والله ده تفاعل ماس، يبقى دلوقتي يمتص طاقة في المتفاعلات، يعني الطاقة المفروض تكون موجودة في المتفاعلات. في النواتج لا، ده تفاعل طارد، ما تنفعش. ليه؟ لأن الطاقة موجودة هنا أهي. طيب الطاقة موجودة مع المتفاعلات، والله دي تنفع لأن ده كده تفاعل إيه؟
باص. طب دي كده هنا بس بالسالب، يعني المفروض تروح الناحيه التانيه، يبقى ده تفاعل ايه؟ طارد. والله ده تفاعل بالسالب يبقى طارد، يبقى الاجابه هتكون رقم ب، لان ده تفاعل ماس للحراره. عرفنا ازاي؟ هو كان تحت امتص طلع فوق. تمام، يبقى الاجابه رقم ب. السؤال 36 بيقول لي اي الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن التفاعل؟ التفاعل ده. تمام. والله انا عندي دي متفاعلات، الطاقه مع المتفاعلات، يبقى اذا ده تفاعل ماس للحراره. طيب هيمتص قد ايه؟ هيمتص 400 وايه 20. طيب اولا هو مش هينزل تحت لان ده كده طارد، يعني بيطرد بينزل لتحت. تمام. ده كده برضو ايه؟ طارد. طيب انا عندي ده امتص وده امتص، طب ايه الفرق ما بينهم؟ والله اللي امتص بيكون الدلتا اتش موجبه مش سالبه، يبقى الاجابه رقم د. تمام. طيب السؤال رقم 37 بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح كميه الطاقه لاحد التفاعلات الكيميائيه اي مما يلي يعبر عن كل من نوع التفاعل الحادث وقيمه الدلتا اتش. والله ده تفاعل، انت كنت تحت وطلعت فوق يبقى انت امتصيت، يبقى ده تفاعل ماس. دلتا اتش بموجب كام بقى؟ الفرق ما بين ده وده. طيب انت النواتج بكام؟ النواتج هنا كده. طيب المتفاعلات بكام؟ ب 20. يبقى 20 ناقص 40 ب 20 موجب 20 كيلو جول. يبقى ده تفاعل ماس للحرارة، دلتا اتش بموجب. تمام. طارد لا، يعني الطارد اصلا بسالب وده كده غلط. ماس تمام، لكن ماس بموجب بسالب لا. طيب يبقى الاجابه رقم الف باذن الله. السؤال رقم 38 ما نوع العمليه اللازمه لكسر الروابط؟ كسر الروابط، كسر الروابط. عشان اكسر الروابط بمتص ممتصه. كسر الروابط في المتفاعلات. طيب وبتكون باشاره موجبه. ماشي. بين جزيئات المتفاعلات وما إشارة الطاقة اللازمة لذلك؟ أولا هي تفاعل ماس. ماس للحرارة إشارة سالبة؟ لا، إشارة موجبة. ماس للحرارة إشارة موجبة، صح. إحنا كنا بنقول يا شباب إن الدلتا اتش بيساوي طاقة روابط المتفاعلات، وبنعوض عنها بالموجب لأن دي طاقة ممتصة لكسر روابط المتفاعلات. طيب زائد طاقة روابط النواتج معوضا عنها بالسالب لأن دي طاقة منطلقة لتكوين. يبقى لو قال لي تفاعلات متفاعلات يبقى موجب لان دي بتمتص عشان اكسر الروابط. طب النواتج سالب لان دي بتنطلق عن تكون الرابطه، يبقى الاجابه رقم ب. طيب بيقول لي اي العبارات التاليه تصف بصوره صحيحه التفاعل الكيميائي الذي يمثله الشكل المقابل؟ والله ده تفاعل كنت فوق طردت طاقه نزلت تحت، يبقى ده تفاعل ايه؟ طارد للحراره. طيب والله الطارد دلتا اتش باشاره ايه؟ سالبه. المحتوى الحراري للتفاعل المتفاعلات اكبر من النواتج، انت شايف كده؟ والله انا شايف فعلا ان المحتوى الحراري للمتفاعلات اكبر من المحتوى الحراري للنواتج. والله انا شايف الكلام ده صح. طيب الطاقه اللازمه لكسر الروابط في جزيئات. طيب يعني بص، الطاقه اللازمه لكسر الروابط دي بنعوض عنها بالموجب. تمام. تساوي الطاقه المنطلقه دي بنعوض عنها بالسالب. هو لو الموجب قد السالب يبقى بيساوي صفر. هل الدلتا اتش بزيرو؟ لا، يبقى دي ما تنفعش. مجموع المحتوى الحراري للنواتج اكبر من النواتج اكبر من المتفاعلات، انت شايف كده؟ احنا عارفين ان ديت اتش رياكتنت، ديت اتش رياكتنت وديت اتش برودكتس. تمام. لا. الطاقه اللازمه لكسر دي بنعوض عنها بالموجب. المتفاعلات اكبر من الطاقه الرابط دي بالسالب، يبقى كده موجب. يبقى المفروض ده تفاعل ماس وليس ايه؟ طارد. طيب يبقى الطاقة الكسر ممتصة موجب، الطاقة التكوين منطلقة سالب. طيب في العملية المعبر عنها بالمعادلة O2 مع الالترا فايولوت يدينا OO. ما العبارة التي تعبر عن العملية السابقة؟ طيب احنا هنا يا شباب لما نيجي نبص كانت ال O2 معناها ايه؟ O ماسكة في O. طب هنا O مش ماسكة في حاجة وهنا O مش ماسكة في حاجة، يعني هنا كده كان في روابط، فهنا عشان نكسر الرابطة دي امتصينا طاقة. امتص يبقى ده تفاعل ماس. تمام. الدلتا اتش بموجب ليه؟ انت كسرت روابط لكن ما كونتش روابط، انت كسرت فقط. كسرت بس. ماشي، كسرت روابط بس. طيب يحدث كسر للرابطه والعمليه مصدر الطاقه، صح. يحدث كسر الرابطه والعمليه طارده، لا، احنا عندنا كسر ماس موجب، كسر ماس موجب. تمام. طيب يحدث تكوين للرابطه والعمليه طارده، فين الروابط اللي اتكونت؟ انا مش شايف روابط اتكونت اصلا. طيب يحدث تكوين الرابطه، انا ما شفتش روابط اتكونت، انا شفت روابط اتكسرت بس. طيب سؤال رقم 41 بالاستعانة بالمعادلة التالية والجدول المقابل ما قيمة الدلتا اتش لانحلال مول من المركب ده؟ طيب حلو 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 جدا يعني. ماشي. دلوقتي يا شباب لما يجي يقول لي كده احنا عندنا الدلتا اتش ومديني طاقة الروابط، يبقى انا هجيب طاقة روابط المتفاعلات واعوض عنها بالموجب زائد طاقة روابط النواتج واعوض عنها بايه؟ بالسالب. صح؟ احنا قلنا في قانونين، دلتا اتش بتساوي ايه؟ اتش برودكت ناقص اتش
رياكتنت، او طاقه روابط المتفاعلات بالموجب زي طاقه روابط النواتج بالايه؟ بالسالب. طيب تعالى نشوف دي المتفاعلات صح؟ تعالى كده لما نجيب طاقه روابط المتفاعلات، طاقه روابط مين؟ المتفاعلات. والله انا عندي x2y، x2 ايه؟ y. طب تعالى كده نشوف الاكس بيمسك في الواي. والله واي وفي اكس، واي واكس ماشي، x2y. طيب انا معايا كام واحده اكس؟ معايا 2 اكس صح؟ تعالى نرسمها كده. x2y ده انا معايا 2 اكس، ادي اكس ماشي، واكس كمان. طيب الاكس بتمسك في الواي برابطه ايه؟ احاديه صح؟ يبقى دي الواي اهي، وادي اكس. بصوا يا شباب انا عايز حته بس اكتب فيها اهي. تعالى نرسم المعادله هنا كده يا شباب. دلوقتي بيقول لي اكس دي واي، يعني انا عندي 2 اكس ومعايا واي واحده، ادي الواي اهي، ومعايا 2 اكس، ادي اكس. وادي اكس ماشي. طيب ادانا مين؟ ادانا والله اكس 2. اكس بتمسك في اكس برابطه ايه؟ احاديه، ادي اكس ماسكه في اكس، زائد نص في واي 2، واي ماسكه في واي. كده الموضوع بقى سهل، هنعمل زي ما ادام بالظبط. انا معايا كام واحده من الاكس وواي؟ ادي واحده اهي، وادي الثانيه اهي. تمام. يبقى انا عندي طاقه روابط المتفاعلات دي عباره عن 2 اكس واي. طيب هي قيمتها كام الاكس واي دي؟ الاكس واي ب 476، يبقى 2 في 476. وما تنساش دي طاقه روابط المتفاعلات، حط قدامها موجب. 2 في 200 في 406 وايه؟ 67. تمام. طيب اما اجي اقول لك عايز طاقه روابط النواتج، النواتج بقى. طيب ما تنساش هيبقى بالسالب في الاخر، بس عمال نحل. دلوقتي النواتج، انت عندك ايه في النواتج؟ معايا والله واحده من الاكس، اكس، اكس رابطه اكس، ومعايا نص من اللي هي مين؟ واي رابطه ثنائيه واي. طيب الاكس اكس بكام؟ يبقى واحد في 432 زائد نص في واي، واي بكام؟ 498. طيب وما تنساش الناتج اللي هيطلع حط قدامه ايه؟ سالب، لان دي ايه؟ نواتج. طيب وهتحل كده معادله، تمام، هتطلع قيمه دي بموجب، ودي قيمتها بايه؟ بسالب. طيب تعالى نحسبها كده بالاله الحاسبه برضه عشان نبقى ايه؟ حلينا. دلوقتي اهوت احنا عندنا ايه؟ 2 في 400 67. تمام. 400 ايه؟ 67. يطلع لك بكام؟ 934. طيب ما نحسب التانية. دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله نص في 400 يبقى دي كده بسالب 600 وايه؟ 81. نجمع الاتنين مع بعض ماشي. يبقى انا عندي ديت زائد دي 900، هيطلع لي بموجب، يبقى الدلتا اتش موجب 253 كيلو جول لكل مول. تمام. يبقى الاجابه هتكون رقم الف باذن الله. تمام ماشي. بيقول لي ما قيمه التغير في المحتوى الحراري ل 2 مول من الماء؟ ماشي، احنا معانا 2 مول ميه طيب يعني هما 2 مول فعلا. اصل انت عارف هنا لو كنت عامل المعادله موزونه اللي هو حاطط هنا واحد كنت هتجيبه وبعدين تضرب في 2. طيب تعالى كده نحسب، تعالى نرسم المعادله. انا معايا 2 من الشكل ده زائد O2 O دبل بوند O، ادانا 2 في، والله انا معايا واحده O ماسكه في 2 اتش، ادي اتش وادي اتش. طيب بقت سهله جدا. هتعمل ايه؟ هجيب المتفاعلات واحط قدامها موجب، واجيب النواتج واحط قدامها سالب، واجمع الاثنين معايا مع بعض. تمام. طب تعالى نحسبها. دلوقتي انا عندي 2 من دي يبقى 2 في الاتش، اتش بكام؟ اتش ب 400
32 زائد او كام؟ ب498. طيب هجمع دول واحط قدامهم ايه؟ موجب. طيب هاجي على النواتج، 2 في، والله انا عندي اتش او بكام؟ معايا 2 من دول صح؟ دي واحدة اهي ودي واحدة اهي. يعني كده معايا 2. 2 في 2 في، انا معايا بص معايا كام واحدة او اتش؟ معايا ادي واحدة وادي التانية. طيب يبقى كده معايا 2. 2 في 2 ب4، يبقى كده 4 في قيمة الاتش او بكام؟ ب 467. طيب ده هنحط قدامه بالسالب، ده هنحط قدامه بالايه؟ بالموجب، ونطرح الاثنين من بعض. تمام. هيطلع لك بكام بقى؟ هنحسب على الحاسبة، هتطلع لك بسالب 506 كيلو جول. دي قيمة مين؟ ده قيمة التغير في المحتوى الحراري اللي هو دلتا اتش. تمام. طيب ده في الاتنين مول، مش لكل مول، ده في الاتنين مول. تمام. وعايز للاتنين ايه؟ الاتنين مول. تمام. انت هتجيب ديت تحط قدامها سالب ودي تحط قدامها ايه؟ موجب، وتجمع الاتنين من بعض. طيب جمع جبري يعني. طيب السؤال رقم 43 فيها جدول من الجدول المقابل والمعادله التاليه، ما قيمه دلتا اتش لهذا التفاعل؟ والله الكلام سهل مش صعب. تعال كده على التفاعل، متفاعلات، تعال نحسب المتفاعلات. متفاعلات هتساوي، انت معاك كام سي اتش؟ طب تعال نعد، ادي واحده، ادي التانيه، ادي التالته، ادي الرابعه، ادي الخامسه، دي السته، صح؟ طيب يبقى انا معايا ستة، ستة في السي رابطة اتش زائد. طيب معايا كام واحدة سي ال؟ معايا واحدة، واحدة في سي ال. طيب زائد، حد يقول لي ما انت كده خلصته؟ اقول لك يا غبي، بص يا معلم، شايف دي كده؟ في رابطه احنا نسيناها، احنا اتكلمنا على الرابطه دي، 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 اللي هم كام واحده؟ ست. طب بالنسبه للرابطه دي ما جبناش سيرتها صح؟ يبقى زائد واحد في مين بقى؟ سي رابطه سي. كل ده يبقى قدامهم اشاره موجبه. طب تعالى نعوض. 6 في السي اتش بكام؟ سي اتش ب 400، كله عربي بقى، كله انجليزي يعني، هي مش ناقصه عبط. طيب زائد واحد في السي ال، واحد في كام؟ واحد في سي ال ب 240 زائد واحد في سي بكام؟ يعني مش عايزين نقول سي مش موجودة. طيب تعالى كده نكمل. في السي مش موجودة صح؟ يعني كده بص لما تيجي تبص مش موجودة. طيب تعالى نكمل. بيساوي موجب كذا زائد سي. هتجمع كل دول مع بعض، موجب كذا زائد سي. طب النواتج، لما نجيب النواتج وبعد كده نجيب الحاسبة. النواتج، طاقة رابط النواتج. طيب النواتج، بص صلى على النبي. دلوقتي انا بدأت الاحظ حاجة دلوقتي، هقولها لك دلوقتي كمان شوية. ماشي. النواتج لما تيجي تبص، تعالى كده ما نعد الروابط. انا معايا كام واحدة ما بين الاتش والسي؟ ادي واحدة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة، ادي الخامسة. يبقى انا معايا 5 في سي اتش، 5 في السي اتش زائد. تمام. 5 في السي اتش زائد، معايا كام واحدة ما بين السي والسي ال والسي اتش؟ سي وسي اتش ادي واحدة. تمام. يبقى واحد في سي سي ال. طيب زائد، ما تنساش هنا كده في رابطة ما بين مين؟ سي والسي. ماشي. طيب زائد، عندك كام اتش وسي ال؟ اتش وسي ال واحدة، واحد اتش سي ال. طيب عوض كده، 5 في كام؟ سي اتش بكام؟ سي اتش والله ب 413 زائد واحد في كام؟ واحد في سي ال اللي هو بكام؟ 340 زائد سي احنا مش عارفينها، اصل هم هيطيروا مع بعض ليه؟ اصل دي بالسالب ودي بالموجب. تمام. طيب
ماشي. دلوقتي كده ايه؟ واحنا بنعمل ايه؟ تمام، زائد واحد في كام؟ HCl بكام؟ 430. تمام، هنمسك الآلة الحاسبة بقى. ماشي، نجمع كل ده بقى مع بعض. 5 في 413 تساوي، ماشي، زائد 340 تساوي، زائد 430 تساوي. طيب يبقى أنا النواتج كده بتساوي سالب، ماشي، كام؟ 2835، ماشي، ناقص سي رابطة سي. ماشي، دي كده النواتج. طب المتفاعلات كام هنضرب كده؟ 6 في 413 طبعا دي هتروح مع دي، لأن دي بالموجب ودي بالإيه؟ بالسالب. طيب ويبقى الناتج عندنا بإيه؟ ده ناقص ده. يبقى سالب 100 وإيه؟ وإيه؟ 17. هو سؤال طويل، بس الأسئلة دي بتكون طويلة لكنها سهلة. كيلو جول لكل مول. تمام، اللي هي رقم إيه؟ رقم د. ماشي. بيقول لي مستعينا قيمة طاقة الروابط الآتية. ماشي، ما قيمة دلتا اتش للتفاعل المقابل؟ تمام. والله أنا عندي، تعال نفك H2 يعني H و H، زائد Br2 يعني Br هيديني 2 في H رابطة Br. كلام سهل. تعالى على المتفاعلات. والله أنا عايز أحسب المتفاعلات، طاقة روابط المتفاعلات. والله هتساوي إيه؟ هتساوي H بكام؟ 400 و 432 زائد بي ار بكام؟ ب 193 يساوي نقط موجب كذا. تمام، النواتج تساوي 2 في، ماشي، 2 في كام؟ في ال HBR اللي هي بكام؟ 366. طيب هتطلعي الناتج، ماشي، وتحط قدامه سالب، ماشي، وتجمع الاتنين مع بعض، فيطلع لك بكام؟ هيطلع لي ب سالب 107 كيلو جول. تمام. طيب سؤال 45، ما قيمة طاقة الرابطة ما بين ال N وال H؟ علما بأن ال N، ماشي، حلو 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 حلو، هنا بدأ يلعب شوية بس ما لعبش خالص يعني. بص تعالى نرسم المعادلة. N2 يعني N ماسكة في N. طب ال N بتمسك في ال N بكام رابطة؟ 3. ماشي، زائد 3 H2. أنا معايا كام H؟ معايا 2 صح؟ يبقى H ماسكة في ال H. طيب اداني ايه؟ 2 NH3. طب N تمسك في الاتش بكام رابطه؟ احاديه. انا معاك ان واحده ماسكه في 3 هيدروجين
صح؟ يعني دي شكلها عامله كده يا شباب. بص NH3 N ماسكه في 3 هيدروجين. ال N بتمشي في الهيدروجين ازاي؟ برابطه واحده وحدين. طيب يبقى انا معايا ادي N ماسكه في ال H، و N ماسكه في H، و N ماسكه في ايه؟ في H. طيب يعني اكن معايا 3 من دي مضروبين في 2 يبقى في 6، معايا 6 NH. تمام. طيب تعالى كده الدلتا اتش، تعالى كده نحسب متفاعلات. هتساوي ايه؟ متفاعلات والله هتساوي، والله انا معايا NH زائد 3HH. تمام. ال NH بكام؟ ال NH ال NN قصدي بكام؟ احنا معانا واحد في ال N رابطة N زائد 3 في الكام؟ ال HH. طيب واحد في ال N، طيب يبقى كده بكام؟ 941 زائد 3 في ال HH بكام؟ ب 432 يساوي. طيب كده جبنا مين؟ متفاعلات. طب تعال نجيب النواتج. والله النواتج بتساوي 6 في ال NH. طيب أنا أصلا ال NH دي أنا عايز أحسبها. ماشي، هي بتساوي 6 كده. طب بتساوي موجب ولا سالب؟ بتساوي، والله تعالى نحطها بقى كترتيب عربي صح؟ بتساوي سالب 6 NH. طب كل ده دلتا اتش هو مديها لي اصلا، مديني دلتا اتش بكام؟ بسالب 89. يبقى والله الدلتا اتش بتساوي المتفاعلات اللي هتطلع بكام بقى؟ تعالى نحسب المتفاعلات كده. 3 في 400. المتفاعلات ديت الايه؟ النواتج. طيب يبقى كده انا عندي السالب 89 هيساوي المتفاعلات اللي هي طلعت ب 2000 موجب 2237 زائد النواتج اللي هي بكام؟ زائد في سالب بايه؟ موجب في سالب سالب. سالب كام؟ سالب 6 NH. ده خلاص بقت معادلة عادية خالص. تمام. طيب هتعمل ايه؟ والله هودي ال NH هنا بعكس الإشارة. 6 NH بتساوي 237. طيب وده دي بعكس الإشارة زائد 8 وإيه؟ و90. تمام. طيب يبقى هتساوي ايه؟ ماشي. أنا عندي آدي 200، 2000 قصدي، 237 زائد 80 بيساوي على 6، هتساوي 387.76 كيلو جرام. تمام. اللي هي رقم ب. هتعمل ازاي؟ هتجمع دول وتقسمهم على 6. تمام. 46 بيقول لي من الجدول التالي. ماشي. لما نيجي نبص كده عندي اتش ماسكه في اتش، وسي ال ماسكه في سي ال، وعندي اتش ماسكه في سي ال. عندي كام واحده من دول؟ معانا 2. طيب ماشي. عايزين نجيب المتفاعلات ونحط قدامها موجب. بتساوي ايه؟ والله انا عندي واحده في الاتش، اتش دي يبقى كام؟ موجب. عندنا كده ادي 432 زائد سي ال، سي ال بكام؟ 240 بتساوي نقط واحط قدامها موجب. طب النواتج، النواتج هتساوي 2 في ال HCl. ال HCl بكام؟ ب 430 هتساوي، ونحط قدامها سالب. تمام. ونجمع الاتنين من بعض جمع جبري طبعا هيكون الدلتا اتش. طيب نظريا كده هتكون سالبه. ليه؟ لان انت عندك ده 800 وشويه وهنا 600 وشويه. تمام. يبقى هي كده سالبه، سالبه وما بين 800 و 600 100 وشويه. تمام. يبقى هي كده قيمه التفاعل هتكون سالبه. موجب لا. الطاقه الناتجه طب تعالى نحسبها يا شباب، تعالى نحسبها بالحاسبه احسن عشان ايه؟ مش ناقصه عبط. بلاش شغل ايه شعبول للحوار ده عشان هي مش ناقصه. ما حدش يعمل زيي يعني، ما حدش ياخدني قدوه. انا قدوه قذره وما حدش يعمل زيي. قالتك الحاسبه الجميله. انت لسه عيل في ثانوي تسمع الكلام. زائد 240. ماشي. ادي 672. طب النواتج 2 في 430 يساوي سالب 860. طيب سالب 188. ماشي. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ الطاقة الناتجة من 1 مول. طيب نركز بقى، نركز في السؤال عشان كان هيبعتنا في السؤال. نستنتج أن دلتا اتش لتفاعل
التفاعل ده دلتا اتش تساوي ايه؟ دلتا اتش للتفاعل ده والله هي بسالب 188. لا غلط. طيب دلتا اتش للتفاعل يساوي كده؟ لا برضو غلط. الطاقة الناتجة من 1 مول من النواتج يساوي كده؟ الطاقة الناتجة من 1 مول يساوي 181. طب تركز بقى، هو الواحد مول، الاتنين مول طيب ادوني كام؟ الاتنين مول ادوني 181، يبقى المول الواحد 181 على ايه؟ على الاتنين، هيطلع لك كام؟ 94. يبقى الإجابة هتكون رقم ج. الإجابة كام؟ رقم ج. طيب السؤال رقم 47 بيقول لي هنحل المركب كذا بالحرارة إلى BCl3 وغاز كلور باستخدام طاقة الرابطة الموضحة بالجدول المقابل، فإن دلتا اتش لهذا التفاعل يساوي نقطة. طيب تعالى نركز دلوقتي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله المركب ده هنحل المركب BCl5 إلى بالحرارة إلى إيه؟ BCl3. طيب هو أنت لازم المعادلة تكون إيه؟ ماشي. باستخدام طاقة الروابط الموضحة بالجدول. ماشي. فأنت عندك كده لازم الباقي يطلع على هيئة إيه؟ Cl2. ماشي. فإن طاقة فإن دلتا اتش التفاعل تساوي. طيب عايزين نحسب، عايزين نجيب المتفاعلات. متفاعلات هتساوي إيه؟ المتفاعلات هتساوي 5 في البي سي ال اللي هو بكام؟ 330، ونعوض عنها بالموجب. ماشي. النواتج هتساوي ايه؟ والله 3 في البي سي ال اللي هو بكام؟ 330 زائد سي ال اللي هي ب 240 تساوي كام؟ بس نحط قدامها سالب. طب ما نشوف. من تواضع للسؤال رفع. تمام، ما علينا. في 330. ماشي. 3 في يبقى بموجب ايه؟ 400 وايه؟ 20. تمام، موجب 420. فكره السؤال بس يا شباب ان هو ايه؟ هو سؤال مش صعب، بس الفكره ما فيها انت عندك هنا بي سي ال في اي، بقول لك هنا بي سي ال 3. ماشي، انت هتعمل ايه؟ هتوزنها ازاي؟ فهتروح جاي حاطط ايه؟ مطلع في النواتج معاها ايه؟ سي ال 2، لان هو هينحل الى سي ال 2، فانا سي ال 3، فانا بي سي ال 3، فده اللي انا عايز اكونه. فالباقي جمعه مع بعض وحطه كناتج ثانوي يعني. تمام. وغير كده هو بيقول لك، هو بيشير لك في السؤال ايه؟ الى سي ال. تمام. طيب بيقول لك المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية: علم يهتم بدراسة مفهوم الطاقة وتحولاتها، ده علم الديناميكا الحرارية. الجزء المحدد يبقى ده علم ايه؟ الديناميكا الحرارية. طيب طيب الجزء المحدد من المادة الذي توجه إليه الدراسة في علم الديناميكا الحرارية ده كده النظام. طيب الغلاف الذي يطوق النظام في علم الديناميكا الحرارية يوصله، ده حدود النظام. طيب النظام الذي يسمح بتبادل كل من المادة بنظام مفتوح. والله النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة فقط بينما طاقة بس، يبقى ده نظام مغلق. لا يسمح بتبادل أي من المادة والطاقة، نظام معزول. طيب مجموع طاقتي الوضع والحركة دي الطاقة الداخلية للنظام اللي بنرمز لها بالدلتا يو. ماشي. عملية عملية في الديناميكا الحرارية لا يحدث فيها انتقال أي كمية من الحرارة ديت الأديباتية، لأن الأديباتي معزول، فهو ده اللي ما بيحصلش فيه تبادل الإيه؟ للطاقة. طيب عملية في الديناميكا الحرارية لا يتم فيها بذل شغل على النظام أو الأيزوكورية، لأن الأيزوكورية الحجم إيه؟ ثابت والشغل إيه؟ ثابت، دلتا دبليو بصفر. طيب كمية الطاقة الكيميائية المخزنة في مول من المادة ده المحتوى الحراري. والله أنا حاسس إن أنا بعمله ده عبط، انتوا جاوبوا انتوا الأسئلة دي يا شباب. تفاعل كيميائي يكون في مجموع المحتوى الحراري للمتفاعلات أقل من المحتوى الحراري للنواتج. تاني، متفاعلات أقل من النواتج. طيب احنا بنقول دلتا اتش بيساوي المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري مين؟ للمتفاعلات. طيب بيقول لي المحتوى الحراري للمتفاعلات قليل والمحتوى الحراري للنواتج عالي، يبقى دلتا اتش موجب بتفاعل ايه؟ ضماس للحرارة. تمام، يبقى ده ايه؟ مص للايه؟ للحرارة. طيب رقم 12 عكسه يبقى تفاعل ايه؟
طارد للحرارة. تمام. طيب على الطاقة الكلية لأي نظام معزول هتكون ثابتة، لأنه بيسمح بتبادل يعني نظام معزول يبقى لا يسمح بتبادل أي من المادة والإيه والطاقة. يختلف المحتوى الحراري من المادة الأخرى يبقى بسبب اختلاف قوى الترابط، لاختلاف قوى الترابط. فبالتالي الجذب اللي ما بينهم او الرابط اللي ما بينهم دي بتكون قيمتها مختلفه يعني. التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الطارد للحراره بيكون باشاره سالبه، لانه بيطرد حراره، لان احنا عندنا اتش للبرودكتس بيكون اقل من اتش للرياكتنت. تمام. المحتوى الحراري للنواتج اقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات. الماس العكس، لان اتش للبرودكتس اكبر من المحتوى الحراري مين للرياكتنت. تمام. قارن بين وما معنى ان قولنا ان الكلام ده كلام عبيط خالص يعني. فنشوفكم ان شاء الله في حل الفيديو الدرس الثالث باذن الله من كتاب التفوق وكتاب الامتحان. نستودعكم الله خيرا، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.